ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الشخصية النرجسية، وطبعا انا محتاجة فيديوهات كتيرة جدا جدا عشان اتكلم عن الشخصية النرجسية. مين هو الشخص النرجسي؟ الشخص النرجسي دوت هو شخص شايف ان هو محور الكون، وان هو احسن واحد في العالم كله. شخص مضطرب جدا نفسيا، شخص بيستطيع ان هو يصطاد فرائسه عن طريق ان هو دايما بيدور على الشخصيات اللي عندها خلل في حاجة معينة. يعني مثلا دايما الشخص النرجسي بيدور على واحدة تكون بتعاني من قلة الحب مثلا، مش بتاخد الاهتمام كويس جدا من عيلتها. دايما بتدور على الحب، دايما حاسة انها لوحدها، او انها شغفها للحب بطريقة صعبة. فدايما بيحاول ان هو يصطاد الفرائس بتوعه بالشكل دوت، او حد طالع من تجربة عاطفية فاشلة، فبيبدأ ان هو يكون عارف ان مثلا الشخص دوت بيعاني من مشاكل بسبب ان هو لسه خارج من علاقة صعبة. فبيبدأ ان هو يعرف كل شيء عن الشخص اللي قدامه، ويبدأ يعرف نقط ضعفه والحاجات اللي هيسيطر عليه عن طريقها، ويفهمه كويس جدا، ويفهم مفاتيحه، ويفهم نقط ضعفه ونقط قوته، ويفهم كل حاجة في شخصيته كويس جدا جدا، عشان بعد كده يقدر ان هو يسيطر عليه. ولما الشخص ده يدخل معاه العلاقة، ما يقدرش يطلع من العلاقة دي ابدا، اللي هو عارف خروج بطلوع الروح، يعني ما بيطلعش من العلاقة دي، مش سهل جدا. ليه؟ لان هو امتلك المفاتيح بتاعته، قدر ان هو يعرف الحاجات اللي هو هيقدر يسيطر عليك بيها، قدر يعرف ايه الحاجات اللي ممكن توجعك فبيتك عليها علشان ما تقدرش ان انت تسيبه او تخرج من العلاقة، او ان انت تبتعد عنه. دايما له اساليب صعبة جدا جدا. الاشخاص اللي هم في علاقة مع اشخاص نرجسيين دايما بيعانوا، دايما عندهم مشاكل كتيرة جدا، لحد ما بيقدروا يعرفوا ان هم في علاقة مع شخص سام او شخص نرجسي، ويبدأوا بقى يقروا عن الموضوع دوت، ويعرفوا ازاي يتعاملوا مع الشخص النرجسي دوت. ساعتها بتكون هذه النقطة هي نقطة تحول في حياتهم. لان لو لقيت شخص في علاقة مع شخص نرجسي، هتلاقيه طول الوقت حزين، طول الوقت عنده مشاكل، طول الوقت مهموم، مش عارف طريق للفرح، مش عارف طريق للسعادة. هو بيدور على السعادة لكن مش عارف، على طول في غم وفي نكد وفي هم وفي حزن، وفي شخص دايما بيتسلط ويتجبر عليه، في شخص دايما بيشيله كل المسؤوليات، في شخص قاسي في المعاملة، في شخص بخيل جدا معنويا وماديا وفي الكلام وفي كل شيء. بتحس ان الشخص اللي عايش مع شخص نرجسي هو شخص وحيد وحيد وحيد، كأن معهوش حد. هو عايش حياته كلها لوحده. بالإضافة إلى إن الشخص النرجسي دوت بيحاول إن هو يثقل عليه بالهموم بالمشاكل، بإن هو طول الوقت بيخليه في صراع مع نفسه، بيخليه يحس إن هو مش كفاية، وإن هو سبب المشاكل كلها، وإن هو سبب الأزمات. بيحاول الشخص النرجسي إن هو يدور على الناس المقربين من الشخص دوت، ويقنعهم إن الشخص دوت هو اللي عنده المشاكل، هو اللي مقصر، هو اللي مثلا اسلوبه صعب، هو اللي مش عارفه ايه. والشخص النرجسي ده بيكون لبق جدا، بيعرف ازاي يتعامل، بيعرف عنده فن قلب الترابيزه، بيقدر ان هو العيوب اللي فيه بيرميها على الشخص دوت، ويطلع الشخص دوت كأنه هو اللي مليان عيوب. والمشكلة كمان ان الناس اللي هم اللي بيبدأ الشخص النرجسي يختارهم وبيكونوا في محيط هذا الشخص، بيقتنعوا تماما 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 ان كلام الشخص النرجسي ده صح جدا، وان الشخص اللي هو مقرب ليهم دوت هو فعلا اللي عنده مشاكل. ليه بقى؟ ودوت بسبب اسلوبه، بسبب طريقته، بسبب ان هو بيقدر يسرد الكلام بطريقة يعني محدش يعرف ان هو لا يروح ولا يجي فيه. الحاجة التانية كمان ان هو بيعرف ازاي يكون مقنع جدا للاشخاص اللي حواليه. طيب ازاي بقى ان انا خلاص لو انا يعني بتعامل مع شخص نرجسي، والشخص دوت مقدر في حياتي، ومش هقدر ان انا اخرج من العلاقة دوت. ممكن الشخص دوت يكون اب، يكون اخ، يكون زوج، يكون حد انت بتتعامل معاه، ومش هتقدر ان انت تخرج من هذه العلاقة. اتعامل معاه ازاي؟
أول حاجة خلّي بالك إن هو لو أنت مضطر تتعامل معاه خلّي العلاقة دايمًا تكون سطحية، يعني بلاش تحكي له تفاصيل حياتك، بلاش تشاركه في مشاعرك، بلاش تشاركه في أحزانك، بلاش تحكي له مخاوفك والحاجات اللي بتخوّفك، بلاش تتكلم عن نجاحاتك والإنجازات بتاعتك والحاجات اللي أنت نِفْسك تحققها وأهدافك وطموحاتك، خلّي دايمًا العلاقة سطحية جدًا، جدًا، يعني اوعى تحكي معاه أي حاجة، خلّيك مختصر جدًا، جدًا معاه في الكلام، لو حكى معاك حاجة أو لو هو بيحكي معاك في موضوع حاول يكون ردّك بكلمة أو كلمتين ويكون ردّك يعني مش خلّي بالك عشان هو دايمًا بيحاول ينتقي من كلامك الحاجات اللي هي يمسكها عليك غلطة، يعني ودايمًا الأشخاص اللي هم السليسين أو الأشخاص اللي هم بيتعاملوا مع النرجسيين بيكونوا طيبين وعلى فطرتهم وبيتعاملوا بطبيعتهم وبيتكلموا بطبيعتهم وما عندهمش أدنى شك في إن اللي قدّامهم دوّة هيكون شخص خبيث وماكر بالطريقة دي، فبيتكلموا بسلاسة وبسهولة. ممكن الشخص النرجسي ياخد من كلامك حاجة ويمسكها عليك ويعتبرها إنها غلطة ويكبّر لك الموضوع ويخلّيك يعني دايمًا في صراع كده ودايمًا بتبرّر ودايمًا بتقول أنا ما عملتش، أنا مش قصدي، يعني فدايمًا تكون مختصر جدًا، جدًا معاه في الكلام وفي المشاعر وفي كل شيء. تاني حاجة بلاش تعاتبه ولا تلومه علشان لا هو هيعترف بغلطه ولا عمره هيقتنع ان هو غلطان. حاول بقى توفر جهدك ووقتك ومجهودك وحاول ان انت تشكو امرك الى الله، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. لما تلاقي ان انت خلاص يعني وصلت لمرحلة صعبة ومرحلة الانهيار اشتكي دايما همك لربنا وربنا دايما هيجيب لك حقك وهينصرك عليه، عشان ربنا عارف ان انت موجود في علاقة صعبة جدا جدا ولكن أنت يعني بتحاول إن أنت يا رب قوّيني، يا رب خلّيني إن أنا أعرف أعيش في سلام وفي هدوء نفسي، فربنا أكيد في يوم من الأيام هيعوّضك وهيخلّيك أحسن وهيكون ليك عوض عن العلاقة الصعبة اللي أنت فيها دي. الحاجة اللي بعد كده بلاش تنتقده عشان لو انتقدته هتلاقيه بيهاجمك بهجوم صعب جدًا، جدًا، وهيوجعك وهيعرف إزاي هو يوصّلك لإن أنت تكون منهار ويطلّعك مريض ويطلّعك إن العيب عندك ويخلّيك بصورة صعبة جدًا قدّام الناس كلّها، فبلاش إن أنت تنتقده أو تهاجمه، خلّيك عارف مثلًا يعني لو أنت شايفه بيحوّر عليك وبيكذب بينك وبين نَفْسك أنت اسمعه وابتسم من جواك واعرف إن هو كذّاب وأنت عارف الحوارات بتاعته وعارف إن هو كذاب وعارف إن هو مراوغ وعارف كل الكلام دوّة، فخلّي الموضوع دوّة بينك وبين نَفْسك وبلاش تهاجمه أو تقول له أنت بتحوّر الكلام ده وأنت بتكذب، أنت قُلت الكلام دوّة قبل كده وما كانش بالطريقة دي، أنا عارف إن دوّة حوارات، أنا عارف إن أنت مش عارفة إيه، دوّة هيخلّيه دايمًا عارف زي الفريسة بقى هيحاول يهاجمك بكل الطرق. فأنت طبعًا في غنى نفسي عن هذا الأذى، ما تطلبش منه أي حاجة، دايمًا الأشخاص اللي هم عايشين مع أشخاص نرجسيين دايمًا هم بيكونوا أصلًا بيعتمدوا على نفسهم في كل شيء، بيحاولوا إن هم ما بيطلبوش منهم حاجة، لإن أنت لمّا بتطلب منه حتى حاجة ولو بسيطة، أولًا يا إما بيتجاهلها تمامًا، وممكن يعني مثلًا لو هو خارج وقال لك أجيب لك حاجة معاه، فأنت بتطلب حاجة مثلًا عايز حاجة يجيبها لك، ممكن يجيب كل الحاجات إلا الحاجة اللي أنت طلبتها. هو دايمًا شخص يعني أناني، شخص ما بيحبش اللي قدّامه، ما بيعرفش يسعد اللي قدّامه، فأنت توقّع منّه دايمًا إن هو مش هيساعدك، مش هيعمل لك الحاجة اللي بتحبها، مش هيجيب لك حاجة، ويوم ما هيجيب لك حاجة هيفضل يعايرك بيها سنوات عديدة كتيرة جدًا. فحاول دايمًا إن أنت تكون بتعتمد على نَفْسك وبتعمل لنَفْسك كل حاجة ومش بتحتاج له في أي شيء. الحاجة اللي بعد كده قلل سقف توقعاتك معاه، يعني ما تخلّيش مثلًا إن أنت متوقع إن النهارده عيد ميلادي فإن هو هيفاجئني وهيعمل لي وهيجيب لي، قلل دايمًا سقف توقعاتك عشان ما تحسّش بإن أنت منهار ومصدوم لمّا تلاقي الحاجة بتحصل، بالعكس دايمًا توقّع منّه إن هو ما بيعملش، ما بيجيبش، بخيل، ما بيتكلّمش، ما بيقولش، ما بيطلّعش مشاعر، ما بيقفش جنبك في مواقفك الصعبة، كل الحاجات دي أنت بتبقى متوقّعها، فبتبقى الصدمة هيّنة وسهلة وما بتبقاش صعبة أوي عليك، لإن أنت خلاص اتعوّدت وعارف إن الشخص اللي قدّامك دوّة مش هو الشخص اللي هيلبّي لك طموحاتك ولا هيساعدك ولا هيكون معاك في مواقفك ولا هيكون داعم ليك ولا هيكون سَنَد ليك،
ولا هيكون معاك في أصعب المواقف. دايمًا الأشخاص اللي عايشين مع أشخاص نرجسيين بيكونوا عايشين وحدة تامة، 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 كأن ما فيش حد في حياتهم. هم ما عندهمش حد يشكوا له مشاكلهم، حد يحكوا معاه، حد لمّا يخافوا من حاجة إن هم يقولوا له أنا خايف إن يحصل كذا. حد ما بخيل في المشاعر، بخيل في كل شيء، ما بيسمعوش كلام حلو، ما فيش حد بيهتم بيهم. الشخص النرجسي ما بيحاولش إن هو يسأل عليهم ولا على تفاصيل حياتهم، فهُم دايمًا عايشين في وِحدة. دايمًا عايشين في صراع نفسي. طبعًا أنت لمّا تكون عايش وحيد ولكن الاسم إن في حد في حياتك أو في حد شخص معاك، وخصوصًا لو الشخص دوّة زوج، فأنت هتقول للناس إزاي أنا عايش حياتي كلّها لوحدي. بلاش تقول للناس، هتقول لنفسك إزاي إن أنا في الوقت دوّة كان المفروض يبقى معايا، المفروض كان يكون سَنَد ليّا، كان يكون داعم ليّا، في الوقت دوّة كان المفروض إن هو بيتطمن عليّا ويشوف تفاصيل يومي وأنا عاملة إزاي، وإيه اللي حصل لي، أنا عايشة، أنا ميتة، أنا كويسة. لأ، هو مش هيتصل بيك غير لمّا يكون في مصلحة أو عايز يقول لك على حاجة معيّنة، مش هيسأل عنك غير لو هو عايز منّك طلب أو عايز منّك حاجة معيّنة. فدايمًا قلِّل سقف توقعاتك وتوقّع إن أنت هتعيش في هذه الوحدة على طول. قوّي بقى ثقتك بنفسك مهما حاول إن هو يكسرك ويبيّنك إن أنت قليل ومقصّر، ويحاول إن هو يقلل منّك قدّام الناس، ويحاول دايمًا إن هو يورّيك إن أنت سبب كل المشاكل، وإن دايمًا النقص عندك، وإن الناس اللي حواليك أحسن منّك، وإن فلانة دي أحسن، وإن فلان ديّة أجمل. ولو هو راجل بتلاقي الست دايمًا بتقارنه بالرجال اللي حواليه، ودايمًا بتقلل منّه، وبتقلل من طموحاته، وبتقلل من إنجازاته. فدايمًا الشخص النرجسي ممكن يكون زوج أو زوجة، فدايمًا توقّع من النرجسي دوّة إن هو يكون بيكسّر منّك وبيكسّر من ثقتك في نَفْسك. فأنت دايمًا قوّي ثقتك بنَفْسك، خلّيك عارف إن أنت كتير جدًا، إن أنت تكفي، إن أنت كفاية، إن أنت مميز، علشان كده هو اختارك، إن أنت عندك كل الحاجات والنجاحات، ولكن العيب فيه هو مش فيك أنت. فدايمًا حاول تزوّد ثقتك بنَفْسك. بلاش بقى تشاركه أفراحك ولا أحزانك ولا أي شيء أنت بتعمله، اتعامل معاه كإنه غريب، كإنه ضيف، كإنه حد جاي يقعد معاك ساعتين وهيمشي. فبلاش أي تفصيلة صغيرة، سواء كان فرح، حزن، موقف حصل لك، شيء مخوّفك، حاجة أنت نِفْسك تعملها، إنجاز أنت عملته، أي حاجة ما تشاركش الحاجة دي مع الشخص النرجسي. وحاول تحتفظ بكل أشيائك، مشاعرك، همومك، مشاكلك، حزنك، فرحك لنفسك وبس، وتحافظ على هدوءك بشكل دائم ومستمر. بعد كده اوعى تصدق وعوده، أنا هاتغيّر، أنا مش هاعمل كده تاني، أنا عارف إن أنا ضايقتك، أنا عارف إن أنا زعّلتك، أوعدك إن دي هتبقى آخر كل الكلام ده كذب ومجرد وعود زائفة. لمّا بيحس إن أنت خلاص عايز تخرج من العلاقة وهتمشي، فبيبدأ بقى إن هو يدّيك وعود زائفة، اوعى تصدّق هذه الوعود واوعى تصدّق هذا الكلام. بعد كده الحاجة اللي بعد كده حاول تعيش لنَفْسك، يعني اخلق لنَفْسك عالم بعيد عنه، عالم آمن عن دواماته وحواراته وهجومه. حاول إن أنت تمارس الرياضة، حاول إن أنت تمارس هواية مفضلة، حاول إن أنت تعمل أي حاجة أنت بتحبها، اعمل لنَفْسك بيئة آمنة بعيدة تمامًا عن هذا الشخص. حاول تحاوط نَفْسك بناس بيحبوك، عيلتك، أهلك، صحابك، أبنائك، الناس اللي أنت بتحبهم أو الناس اللي هم بيحبوك. حاوط نفسك بيهم وخلّيهم هم دول الأمان ليك في هذه العلاقة السامة. وخلّي دايمًا عندك ثقة في نفسك، عندك طموح. حاول إن أنت تلجأ لحد متخصص لو لقيت نفسك إن أنت خلاص وصلت لمرحلة صعبة ومش قادر إن أنت تتخطاها ومش قادر إن أنت تطلع منها ومش قادر إن أنت تعيش في هذه الحياة الصعبة.